السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. وصفتنا النهاردة ما فيهاش أي نوع من أنواع الافتكاسات. الوصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، يعني تقدري تحضريها تقريبا في وقت قليل جدا. المقادير مظبوطة جدا، ما تحاولوش تغيروا أي حاجة فيها إلا السكر. يعني السكر هو الاختياري، ممكن تقللوه أو تكتروه، حاجة ترجع لكم. قبل ما ابدأ في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا مع حامد، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مع حامد عربي وانجليش. ويلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. دلوقتي جبت لفة قمر الدين وقطعتها قطع صغيرة، وحطيت عليها لتر مية الا ربع كوباية، وهضربها كويس جدا بحيث ان ما يكونش فيها اي تكتلات. يعني انا شلت ربع الكوباية للنشا. دلوقتي هضربها كويس جدا، والمية طبعا كانت سخنة جدا. هتأكد ان مفيش فيها اي تكتلات. وهنا هستخدم ربع كوباية للنشا، والنشا 4 معالق. ما تحاولوش تقللوا النشا خالص، النشا مظبوط جدا. ولازم كمان نستخدم نوع نشا كويس. وابتدي اقلبهم كده كلهم مع بعض بحيث برضو ما يكونش فيه اي تكتلات. في اللحظة دي انا خلصت الخليط، ودلوقتي هرفعه على النار شوية، وهحط تلت كوباية سكر. طبعا السكر زي ما قلتلكوا اختياري، يعني ممكن تحطي نص كوباية او اقل كمان من تلت كوباية. انا هنا حطيت تلت لان انا شايفاه كده مناسب قوي بالنسبة لي. وهبتدي اقلب بالراحة، ايدي ما تسيبش الخليط خالص. هقلب بالراحة وانا وطيت النار، يعني النار كانت متوسطة. ودلوقتي هنزل بالنشا، وايدي برضو ما تسيبوش، يعني في لحظة النشا لما احطها ايدي ما تسيبش الخليط نهائي. هبتدي اقلب بالراحة. انا وطيت النار هنا خالص. اول ما احس ان السباتيولا تقلت معايا يبقى انا تقريبا كده خلصت. يعني السباتيولا ما بتمشيش بسهولة في الحلة، يبقى انا كده تمام، لان هو لسه هيتقل كمان لما يتحط في التلاجة. برضو ايدي فيه عشان السكر يدوب وكل حاجة تكون مظبوطة. المية كانت تقريبا 4 كوبايات من الأكواب المعيارية، والنشا 4 معالق، ولفة قمر الدين. ودلوقتي جهز معايا خلاص، هبتدي أحطه في أي أطباق عندي. والتزيين برضو حاجة ترجع لكم. أنا هنا زينته بفستق وجوز هند، ممكن تحطوا زبيب، ممكن أي نوع من أنواع المكسرات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. المقادير يا جماعة مظبوطة قوي، ان شاء الله تعتمدوها، متأكدة ان شاء الله ان انتوا هتجربوه. واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. سلام عليكم.